الدكتور محمد المغربي الترند الجديد، الدكتور اللي نص بنات مصر نفسهم انه ينط عليهم. دي حقيقه من التعليقات اللي شفتها في البوست اللي هو منزله. دكتور زيه زي اي شخص عنده اي بيزنس بيسوق له على السوشيال ميديا. الراجل نزل بوست بيعلن فيه عن العياده بتاعته، المواعيد بتاعته، وكل الكلام. اتفرج بقى على العيادات اللي موجودين في مصر، العيادات اللي غطوا على اولاد الناس. تبص تلاقيها مخطوبه داخله تتغزل فيه، متجوزه داخله تتغزل فيه. السؤال هنا، انت واحده مخطوبه لواحد مش مالي عينك مكمله مع عليه عشان مش لاقي حد يبص لك. نفس الشيء اللي متجوزه، لو انت جوزك مش مالي عينك مكمله مع عليه برضه عشان نفس الشيء انك مش لاقي حد يبص لك. بجد والله انا مصور الفيديو ده عشان نقطتين. تحيه لكل شاب كان خاطب واحده على اساس انها بنت ناس ولكنها في الحقيقه عاهره وسابها. تحيه لكل راجل عنده نخوه لقى زوجته اللي شايله اسمه عاهره فطلقها. والله العظيم بكلمكم جد، لان نسبه كبيره من بنات مصر لا يصلحوا للزواج، ويمكن قلت الكلام ده كتير في فيديوهات كتير. طبعا في نسبه محترمه ولكن النسبه دي مستخبيه، احنا لا نعلم عنها شيء بسبب الطفح، العاهرات اللي طافح علينا. العاهرات اللي بالمنظر ده مش هتقدر انك تسيبها في البيت لوحدها، ولا هتقدر انك تسيبها تمشي في الشارع لوحدها، ولا هتقدر انك تسيبها تركب مواصلات لوحدها. لان اللي زي دي لو لقيت واحد وسيم عاجبها هتسيبه ينط عليه، ولو لقيت واحد اغنى منك هتسيبه ينط عليه. لان معظمهم يقول لك احنا عايزين راجل يتقي الله فينا. لا، هم مش عايزين راجل يتقي الله فيهم، هم عايزين واحد يضحكوا عليه وياخدوا تعبه وشقاه. عايزين واحد دلدول ليهم. ده يبين لك قد ايه انك ما ينفعش تروح تخطب اي واحده، لازم تخطب واحده من عيله في رجاله، واحده بنت ناس بجد فاهمه يعني ايه جواز، مش واحده الجواز بالنسبه لها مجرد سير بس. يعني انا مش فاهم هنوصل لوساخه اكتر من كده ايه؟ والله العظيم بتكلم جد. وهم نفس الاشكال دي لو جيت مثلا قلت انا عايز واحد انت هتقول لك انت هتروح تشوف واحده فلاحه برقبه اللي جابتك. والله العظيم فلا، انت تعرف تلاقي فلاحه بتعمل كده؟ مفيش يا عم الكلام ده، مفيش يا باشا الكلام ده. لسه كنت في زياره في الفلاحين، بنات هناك هاديه، حتى الاطفال هاديين. في موقف حصل حتى والله يعني لحد الان مش عارف ده حصل ازاي. انت متخيل ان احنا مثلا ممكن نبقى قاعدين في مكان حد بيقدم عصير، العصير ده اتعمل في الخلاط وربنا ما سمعت صوت الخلاط، ما اعرفش ده ازاي. هنا تبص تلاقي بتعمل كوبايه الشاي فاتحه الدنيا كلها عشان بتعمل كوبايه شاي، ده لو عرفت تعملها اصلا. فنصيحه مني، لو انت بتتجوز اختار واحده بنت ناس عندها رجاله بجد. انتوا متخيلين يا جدعان ان انا يعني شفت كومنت بجد يعني ايه ده يا جدعان؟ واحده داخله تتغزل في الدكتور، واحد دخل خد الكومنت بعته لخطيبها، خطيبها دخل على نفس البوست قال لها ابعتي لي حاجتي. بس انتوا متخيلين قمه الوساخه وقمه قله الادب؟ مفيش تربيه في البيوت، مفيش تربيه. طبعا معظم البنات اللي بالمنظر ده ملعوب في اساسها، معظمهم ملعوب في اساسها. انا عايز اقول لكم على حاجه، دكتور محمد المغربي لو قال لاي واحده من الكومنتات تعالي هنط عليكي مش هتقول له لا، حتى لو كانت متجوزه او مخطوبه مش هتقول له. والله العظيم زي ما بكلم. متخيلين؟ ربنا يستر عليكم.